يا جدعان انا قلت قبل كده الاهلي عمل هس للخلق. ما تيجوا نشوف عمل ايه للخلق وبسبب ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على القهوة. بتمنى دعمكم، لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدك النبي وسيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله. قلت قبل كده الاهلي عمل هس للبشر بره مصر وجوه مصر. انا قلت الكلام ده قبل النهائي الافريقي، قبل ما نرجع من كازابلانكا ومعانا الكاس. الاهلي خلى المغاربه يحفلوا على بعض. جمهور الرجاء بيقول ايه ستلنا لنا بيحفل على الوداد. المغاربه بيحفلوا على بعض على حس طاهر وعلى حس اطهر الطاهر. جمهور المغرب 60,000 في ماتش الرجاء بيغنوا سطلانة. والمفاجأة إن الرجاء خسر في القاهرة 2-0 من الأهلي وتعادل في المغرب 0-0. طب الأهلي عمل ليه كده؟ الأهلي عمل في الفرقة ليه كده؟ نفتكر السنة اللي فاتت الأهلي خسر كل حاجة، خسر الدوري والكاس، طالع صفر، خدناش حاجة، حتى نهائي أفريقيا خسرناه من الوداد. فالأهلي قرر ياكل الفرق ويحفل عليهم. يوم ايه اللي يحصل؟ الاهلي يروح كاس العالم للانديه اللي اتلعبت في المغرب علشان الوداد البطل وهو الوصيف، فاللائحه بتقول الوصيف يخش. البطل نفسه خرج من اول ماتش قصاد الهلال. لو نفتكر الاهلي يوصل سيمي فاينال ويلاعب الريال وياخد رابع العالم في البطوله. احنا قلنا ايه؟ الاهلي رايح كاس العالم وصيف افريقيا. بالصدفه يوم البطل بتاع افريقيا خارج والاهلي يلعب سيمي فاينال ويلعب على الثالث والرابع وياخد المركز الرابع. يعمل ايه تاني الاهلي؟ يسكت؟ لا، الاهلي يصعد افريقيا السنه دي وهو ثالث الدوري السنه اللي فاتت. يا جماعه هو في ثالث دوري بيصعد افريقيا؟ احنا بنخلص الدوري متاخر. اللائحه بتقول هناخد ترتيب الدور الاول. الدور الاول كان ترتيبه الاهلي كان ساعتها الثاني فصعد افريقيا. يخسر من زعيم افريقيا الهلال السوداني المباراه الافتتاحيه، يخسر من صن داونز وناخد على عيننا 5 وما نعرفش حتى نكسبهم في القاهره، يصعد تاني مجموعه. ايه اللي يحصل؟ الاهلي يسكت؟ ياكل كل اوائل المجموعات. ابتدى بالصلاه على النبي وعلى سيدك النبي بالرجاء 2-0 في القاهره، 0-0 في المغرب كازابلانكا. جمهور الرجاء اللي بيغني سطلانه وبيحفل على الوداد. نخش على الترجي التونسي نفرمه في تونس في رادس التتش بالثلاثه. يجي لنا القاهره نسكت ونسمع عليه، نكسب 1-0 بجون حسين الشحات شب من فوق حارس المرمى. نصعد النهائي نكسب الوداد. دي كلها اوائل مجموعات يا جماعه، احنا الوحيدين اللي كنا في الحته دي تاني مجموعه. نكسب الوداد في القاهره 2-1، نروح هناك نغني لهم سطلانه ونخلي جمهور الرجاء يغني سطلانه. الاهلي عمل هس للخلق فعلا بره وجوه مصر. ده احنا لسه هنخش على اوروبا، احنا لسه رايحين كاس عالم، لسه نروح كاس عالم في شهر 12. نخلي جمهور السيتي يغني سطلانه. الاهلي يا جماعه كولر واخد كام بطوله؟ كولر خد الكاس و2 سوبر وخد افريقيا وخلاص قرب يحسم الدوري 5 وهيخش على السوبر المحلي. ادي البطوله السادسه. نسكت؟ هنخش على السوبر الافريقي اللي ان شاء الله هتلاقي في استاد القاهره. ما نفتيش بس ونغير في لوائح ونقول ما تسويق ومش تسويق. انا عايز استاد القاهره 60,000، مفيش كلام. ادي 7
نسكت؟ رايحين كاس عالم انديه ب8. طب نسكت؟ لا هنكمل. السوبر ليج ب9. كولر هيبقى في سنه احتماليه ياخد 7 من 9. مفيش مدير. كولر واخد 4 بطولات، والخمسه الدوري، والسته ان شاء الله السوبر الافريقي. 6 بطولات ان شاء الله هيبقوا رسميين في اقل من سنه. خلينا الفرق، والله العظيم انا خايف الفرق ما ترضاش تلعبنا. انا خايف نيجي نلعب الاهلي بكره هيلاعب سي كذا، معلش احنا كده طب ادوا الاهلي 3 نقط، احنا مش هنحرج نفسنا. بقول لاداره الاهلي بالراحه شويه، نخف على الفرق. انا خايف ما الاقيش فرقه لعبها في افريقيا ولا في القاهره ولا في مصر. انا بقول لاداره الاهلي تخف على الفرق. الفرق هتشتكي. انا خايف الفرق تقدم في الاهلي شكوى، تقول الاهلي بياكلنا. الفرق الناس بقت تكلم نفسها. الجماعه الزملكاويه فعليا بيكلموا نفسهم. في ناس اختفت من عندي على القهوه خوفا من التحفيل. يا جماعه اكل عيشنا بيضيع. بقول لجمهور الاهلي لازم تقف جنب جمهورك. طب اتعادل ماتش، اتعادل. ما هو ماتش الوداد ما يحسبش تعادل، مجموع المباراتين 3-2. اتعادل ماتش بتاع، مش خلي الفرقه تحس ان هي موجوده. ده احنا لسه كمان هنقابل بيراميدز والزمالك، وده احنا لسه قدامنا قصه. بالراحه شويه، ما تضرش الناس في اكل عيشها. انا مش لاقي زملكاويه دلوقتي يقعدوا عندي على القهوه. انا صوتي رايح من يوم الماتش يا جماعه. ابص على الزملكاويه، مش هحفل على حد. انا مش هحفل على حد، بس انا برجو من اداره الاهلي بالراحه على الفرق، عشان في ناس عندها اكل عيش. عايزين ناكل عيش برضه، بيوتنا مفتوحه. ما تاكلوش الفرق كلها، ادوا الناس فرصه تشم نفسها. ده احنا لسه كمان مونيكا جاي وقصه. هنلاقي نفسنا لوحدنا في الدوري. ده احنا لينا 6 متوشه متاجلين، واحنا تاني الدوري بفرق مش عارف نقطه ولا 2. فانا برجو من اداره الاهلي خفوا على الفرق شويه. جمهور المغرب اتجنن، بيحفل على بعضه ساتالانا 60,000، وهو نفسه خسران من الاهلي. فعشان خاطر ربنا خفوا على الفرق شويه، ادوا الناس فرصه تشم نفسهم. منتخب مصر صعد افريقيا رسميا بفوزه على غينيا 2-1. اللعيبه مرهقه، فمش هنحلل اداء وكلام من ده. اللعيبه مرهقه جدا، وكويس ان احنا رجعنا من غينيا ب3 نقط. منتخب مصر الاولمبي تعادل في مباراه ضربات الجزاء، تعادل مع غانا 1-1 في مباراه انا شايفها ان هي متواضعه جدا. مباراه في اسكندريه، انا شايف ان المنتخب الاولمبي ناقصه حاجات كتير. المدير الفني احنا مقتنعين بيه وكل حاجه، بس المنتخب الاولمبي ناقصه حاجات كتير، مش عارف ايه هي. حاسس ان احنا اقل من المنتخب الاولمبي اللي احنا نعرفه، قريب من منتخب 17 وكلام من ده. اتمنى يكون فيه احسن، واللعيبه او هو الجيل ده الله اعلم. صعد بلديه المحله وصعد الجونه رسميا، وزد اف سي مصر سابقا، الثلاثي صعدوا للدوري الممتاز. الجونه عمل ريمونتادا وقدر يكسب شبان قنا 2-1، وصعد رسمي ليجاور زد وبلديه المحله اللي كان بينافس والله على الدوري من 15 سنه. انا عايز الفرق الجماهيريه ترجع تاني ان شاء الله. في تدعيمات جايه للنادي الاهلي. النادي الاهلي تواصل مع بوبو، وموافقه مبدئيه من النادي، والنادي ابدى موافقته ان هو، واللاعب ابدى موافقته ان هو يجي النادي الاهلي. وفي موافقه مبدئيه من نادي فيوتشر. هيكون في تبادل لبعض اللاعبين. قلنا قبل كده هو خلاص قرر رحيل سابيو، ايمن اشرف، اعاره شادي حسين بنسبه 90%، حمدي فتحي في صلال القطري. الاهلي تقديرا لحمدي، كولر مبدئيا كان رافض الموضوع، قال انا بعد ما احسم بطوله الدوري العام. فالاداره
محترمه كولر وبتسمع كلامه وشايفه ان هو ماشي على خط مستقيم، فالاداره كانت هتمشي مع كولر. اللاعب زي ما تقول عايز يبني مستقبله ماديا، العرض وصل ل 3.5 مليون دولار، وده رقم حلو جدا، هياخد مبلغ وقدره هناك. فاللاعب ابدى رغبته لاداره الاهلي وخصيصا للكابتن محمود الخطيب ان هو عاوز يروح علشان الامور الماديه، وفي اتفاق شفوي من حمدي فتحي انه مش هيرجع يلعب في مصر غير في النادي الاهلي في حال رجوعه لمصر. الكلام ده ما بيتكتبش في عقود، في اتفاق شفوي من حمدي فتحي انه مش هيرجع مصر غير للنادي الاهلي، ولا زمالك ولا بيراميدز ولا غيره. فبنسبه 90% حمدي فتحي في صلال القطري ب 3.5 مليون دولار. في اشاعات بتقول ان في عرض لعبد المنعم في اتحاد جده، وفي عرض من الهلال. النادي الاهلي ما اعلنش اي حاجه رسميه، في ارقام مبالغ فيها وصلت ل 20 مليون دولار. الاهلي ما اعلنش اي حاجه رسميه، وفي وجهه نظري الاهلي محتاج تدعيمات في المنطقه دي مع عبد المنعم. لو ياسر ابراهيم اتصاب عندنا مشكله، فالاهلي من وجهه نظري صعب التفريط في محمد عبد المنعم. كابتن خالد الغندور قناه الزمالك ملاكي للكلام على النادي الاهلي. كابتن خالد اتكلم عن لقطه وقوع لاعب الوداد في الملعب، والاهلي راح الانفراد الشهير بتاع محمد شريف اللي هو كان بيلعب باندا مع حارس المرمى. يا كابتن خالد خليك في حالك، بص في ورقتك زي ما بيقولوا، زي ما كابتن سيف زاهر بيقول بص في ورقتك. انت مش فاتح القناه عشان تتكلم على الاهلي، ما تخليك في وكستك، خليك في الوكسه اللي انت فيها. رئيس نادي معزول، انتخابات، بيعلن حاجات، مش فاهم لكم حاجه. طول ما انتوا في الحته دي والله ما هتكسبوا بطوله. انت مالك؟ كاهلاويه اتكلمنا على لقطه على لقطه زيزو وهدف الاتحاد السكندري. يا كابتن العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، مش مساله نهائي افريقيا نهائي، لا. لعيبه الوداد كانت بتتعمد الوقوع، اللي بيرموا الكوره في الملعب كانوا بيتعمدوا الكوره تطول، الحارس كان شويه وهنعمل له رباط صليبي في الملعب. فانت بتتكلم في حاجه مش طبيعيه، غير طبيعيه بالمره. مفيش حاجه اسمها لعيب الوداد وقعوا 30 مره وكانوا بيمثلوا، فالعين بالعين. ايه انت عايز تخترع اي قصه وخلاص. محامي كهربا قال مش هنسمح بايقاف كهربا مره اخرى، وفي تفاوض مع النادي القديم بتاعه البرتغالي لدفع جزء من الغرامه. فان شاء الله انا بطمن الاهلاويه، كهربا مش هيتوقف تاني في باي حال من الاحوال. فان شاء الله الاهلي عنده الامكانيه ان هو يعمل موسم تاريخي لا يقل فيه ان شاء الله، لا يقل عن 7 بطولات وسباعيه في انتظار النادي الاهلي. بتمنى من الله ان الحلقه تكون عجبتكم، بتمنى دعمكم ليا. اخوكم ميدو، لايك واشتراك وفعل الجرس، استنوا مني كل جديد. السلام عليكم.